السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ريفيو سريع عن القلاية فيليبس يا بنات. الاير فراير بصراحة يعني هتجيبيها هتحبيها جدا، عملية جدا ما شاء الله. دي الكرتونة بتاعتها، دي طبعا المواصفات بتاعتها. دي أول حاجة هنا 6.2 لتر، هي اكس لارج. طبعا في الأكبر وفي الأصغر على حسب على حسب عدد أسرتك انت بتجيبي القلاية. المواصفات هنا بتاعتها، احنا عندنا هنا 2000 واط ما شاء الله، قوية جدا. عندنا 220 فولت بالنسبة للكهرباء، مع يعني ماشية مع الكهرباء بتاعت مصر. وعندنا 50 هرتز برضو مظبوطة جدا بالنسبة برضو اللي هي الهرتز بتاع مصر هنا من 50 ل 60 يا بنات. ما تجيبوهاش 60 بس، لأن 60 بس بتبقى الكهرباء بتاعتها تبقى عالية، ممكن تتحرق منك. بجد رائعة رائعة رائعة. وهنا طبعا هنا الباركود، وممكن تدخلي عليه وتعرفي المنتج بتاعك إن كان أصلي أو تقليد. تعالوا بقى نشوف الجسم الآلية بتاعتنا. بصوا ما شاء الله تبارك الله، يعني كيوت كده وجميلة في نفسها ورائعة وعملية. أهم حاجة إنها تكون كمان عملية يا بنات، يعني شكلها جميل وعملية في نفس الوقت. احنا طبعا هنا بتيجي، احنا بنفتح اللي هي الحلة بتاعتها اهيت. بعد كده احنا عندنا بتيجي بإناءين. الإناء الأولاني ده اللي هو عبارة عن اللي هي المصفى، والحلة بتاعتها اللي هي الخارجية ديت. طبعا هنا في مجرى كده، في قطعة من بلاستيك شفافة زي ما انتم شايفين، سهلة جدا ان هي انت بتوديها وبتجيبيها بالطريقة ديت، وبتضغطي على جزء هنا الأبيض دوت، بتطلع وياك المصفى في منتهى السهولة. طبعا ديت طبعا ده نجم البحر يا بنات، اللي هي في الحله بتاعته، علشان ده بيساعد على اللي هي دوران الهواء، بيساعد على التسويه. طب هنيجي بقى هنا للمصفى. المصفى فيها زي 4 حجرات كده زي ما بيقولوا يعني، او 4 اماكن. ممكن تعملي فيها ممكن اكلتين مختلفتين، مثلا لو عايزه تقلي مثلا بطاطس وبتنجان او حاجه زي كده، او تعملي اي منتجات. بس بصراحه انا بفضل انك انت تعملي فيها وصفه واحده، يعني كانت فراخ بس او بانيه بس او بطاطس بس، هتبقى افضل وهتديك نتيجة احسن وافضل كمان. نيجي بقى للحل هنا. بصوا ما شاء الله الماتيريال فظيعة يا جماعة، متينة وما شاء الله، وجميلة جدا ومتقنة جدا. الصناعة بتاعتها رائعة بجد، تحفة ومتينة جدا. طبعا الحل على اساس ان هي الحلة والمصفى، طبعا احنا بنعاملهم معاملة التيفال، لان هي دي التيفال، الحلة والمصفى بتاعتهم. وطبعا احنا بعد كده احنا بندخلها في المجرى، وهي بتقفل يعني لوحدها بالشكل دوت. ده اللي هي المصفى والحلة بتاعتهم بالطريقة دي. الجسم بقى بتاع القلاية نفسها، طبعا ده استانلس من جوه زي ما انتم شايفين كده، ومش استانلس اللي هو زي معدن يعني. بس طبعا مش بتصدي. وطبعا اللي هو الملف الحراري اللي احنا اللي هو طبعا الشغل كله بتاع القلاية عليه. ممكن يعني في ناس بتقول عليها ستانلس وفي ناس بتقول عليها معدن. اهم حاجة ان هو مش بيصدي، وممتاز بصراحة يا جماعة. حافظي بس عليها وعلى نظافتها، هتعيش وياكي العمر كله. طبعا وبعد كده انت بتضغطي عليها كده وبتدخل في منتهى السلاسة. الجسم من بره بلاستيك مقاوم للحرارة. هنيجي بقى من الخلف كده، دي فتحات للتهوية، علشان طبعا يعني تخفف الحرارة او تهوي. للتهوية برضو بتاعت القلاية بتاعتنا. اما بقى هنا الفيشة اللي عجبتني جدا هنا، بصوا هنا في جزء منها ناشف، بصوا هنا يعني متين كده، بحيث ايه عند تانية السلك ما يتنش مننا ويبوظ يعني. هنا الفيشه هنا ديت ثنائيه، هي كانت ثلاثيه بس انا جبت لها يعني فيشه ثنائيه، فبتتحط فيها عادي مفيش مشكله. لان انا بقول لكم ديت وارد الكويت، مش من هنا، مش من مصر يا بنات. لكن طبعا في هنا من مصر، في هنا كتير. هي يعني هو السعر غالي شويه، بس تستاهل بجد والله تستاهل يعني. خدوها ان شاء الله مطمئنين للماتيريال بتاعتها وللخامه بتاعتها صحيه، وان شاء الله يعني هتكفيكي في المطبخ. والحجم ده ممتاز ممتاز ممتاز. هنا طبعا انا بقول لكم هنا لازم على الاقل تسيبيه بينك وبين الحيطه اللي انت هتحطيها عليها على الرخامه على الاقل شبر، علشان الحراره ما تاثرش عليها وانت بتشغلها. طبعا تعالى نشوف بقى اللي هي البرامج بتاعتها. طبعا الزرار ده احنا بنفتحه وبنقفله. طبعا بتحط الفيشه، هي الزرار دي كلها بايد. ده هنا الزرار اللي انا بضغط عليه دوت، ده اللي هي الحراره، واللي هو اللي بتغيري مثلا منه الحراره، او بتغيري منه اللي هي الحراره اللي انت عايزاها يعني للوجبه اللي انت حطاها في الاير فراي. بعد كده بقى ده الزرار اللي انا بضغط عليه، ده بتغيري جميع اللي هي الوصفات. مثلا ده هنا اللي هي للبطاطس المجمدة، وده للبطاطس اللي هي الفريش، وهنا للفراخ وأسماك ومخبوزات. يعني ما شاء الله في أكتر، يعني 2 4 6 8 أكتر، يعني في 8 برامج دي اللي هي
للوصفات بتاعتك، وكلها يعني الحاجات اللي فعلا اللي احنا بنعملها في المطبخ يعني. الحرارة ممكن تقلليها، يعني عندنا البطاطس مثلا لو انت لقيتيها مثلا احمرت مثلا، هي الحرارة البطاطس هتاخد مثلا 30 دقيقة، لا انت لقيتيها على 25 دقيقة، خلاص يعني انت يعني بتفتحي اللي هي الحلة وتشوفيها وتقلبيها بالنسبة للبطاطس يعني، وتشوفيها يعني لو هي استوت أقل من درجة الحرارة أو اللي هي من الوقت اللي هي الاير فراير عاملاه، خلاص انت هتطلعها ما فيش مشكلة يعني. انت ممكن انت ما تلتزميش خالص بدرجة اللي هي الحرارة، أو باللي هي مدة التسوية اللي هي بتاعة الحاجة اللي انت هتبقى أدرى وهتبقى أفضل مع الخبرة يعني، مع التجربة، انك تعملي فيها أكلات كتيرة ووصفات كتيرة. انت كمان هتعملي برامج كده لوحدك كده يعني انا عندي البطاطس مثلا لو بتاخد هنا يعني في الاير فراير ب 30 دقيقة، لا انا عندي بتاخد مثلا 25 دقيقة، ممكن 15، ممكن 15 دقيقة. الحرارة مثلا 180، عايزة تزوديها مثلا او عايزة مثلا تقلليها على حسب يعني. فانت هتكوني كمان يعني الخبيرة بتاعة الوصفات بتاعتك، كمان عايزة تلتزمي انت باللي هي اللي موجود في الاير فراير ما فيش مشكلة، وانت مع المتابعة برضو بتطلعيها قبل ما مثلا الحاجة ما تتحرق منك او قبل ما تتحمص جامد، لو انت عايزاها نص سوا تمام. فانا عندي البطاطس هم بيحبوها مثلا نص سوا او 3/4 سوا، ما بيحبوهاش متحمرة جامد، فانا بطلعها قبل 30 دقيقة مثلا 25 او مثلا 20 دقيقة وهكذا. انت هتبقى خبيرة نفسك يعني في الوصفات. بس بصراحة رائعة وعملية جدا يعني، هتحس انك انت بتنجزي كده الاكل اول باول يعني. اما بالنسبة اللي هو لسحب الكهرباء يعني هي بتسحب شوية بس عادي يعني ماشية يعني ما فيش مشكلة، مش هتعجزك يعني. طبعا ده هنا اطباق آه، اللي هي ورق الزبدة. بس ده بصراحة يعني يعني كانوا جايين وياها، مش أنا ما اشتريتهمش يا جماعة، عشان ورق الزبدة هنا بيبقى لونه اسفه، بيبقى لونه ابيض يعني او بيج كده، ما بيبقاش لونه بالشكل ده. ده بصراحه انا لقيته كمان احلى، الحاجه ما بتلزقش فيه زي الورق اللي هو اللي بيبقى لونه ابيض ده. انت هاتي الورق الزبده اللي يريحك. تعالوا بقى احنا هنجرب فيها بعض كده اكلات بسرعه كده يعني. انا عندي هنا البطاطس قطعتها التقطيع العادي بتاعنا ده، بطاطس فريش مش مجمده ولا حاجه. حبه زيت، معلقتين زيت يا دوبك او 3، قلبيهم كويس كويس جدا كده ماشي. اهم حاجه تكوني مصفياها بس من الميه، اهم حاجه تصفي البطاطس كويس جدا جدا من الميه، وتحط عليها معلقتين 3 زيت. وبعد كده هتحطيها، بس انا يعني معلش ما صورتش، انا كل فتره كده كنت بشوفها لو الاحمرار اللي انا عايزاه خلاص بقفلها يعني، لازم كل شويه تشوفيها وتقلبيها. تقلبيها ممكن مثلا بمعلقه سيليكون او تقلبيها بمعلقه خشب، بس انا افضل السيليكون، الحاجه الاصليه الكويسه النظيفه يا بنات، عشان في سيليكون بيسيح كده مش اصلي يعني. بصوا ما شاء الله بطاطس تحفة ورائعة وطعمها في منتهى الروعة، ما غيرتش الطعم. أهم حاجة يا جماعة إن الحاجة ما بتغيرش الطعم أبدا أبدا فيها. ده كفتة طبعا كانت عندي، أنا عندي كانت في الفريزر يعني، فأنا طلعتها برضو على الورقة. ولو أنت مش عايزة تحطي ورق زبدة مفيش مشكلة، بس أنا حطيتها يعني علشان الواحد إيه في حكاية التنظيف تبقى أسهل يعني وكده، والتنظيف بتاعها سهل جدا. برضو حطيتها على اللي هي المشويات، على برنامج المشويات اللي هي بالنسبة اللي هي الكفتة، وطلعت بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا روعة بجد، روعة تحفة كده ما شاء الله. وطلعت الكفتة عندي طرية ما نشفتهاش، انا خفت اللي هي بصراحة تنشف يعني. لكن بصوا انا هفتحها لكم كمان دلوقتي كده، بصوا طرية ازاي من جوه ما شاء الله ومستوية. ادي بطاطس وادي الكفتة، اعملي فيها الوجبات اللي انت عايزاها، جميلة والله يعني. وجربي حتى انت ممكن في يعني في كمية بسيطة كده، وظبطي انت الحرارة وظبطي انت الوقت بتاعك، هتطلع في منتهى الجمال، هتحبيها بصراحة، هتبقى ايديك على طول في المطبخ. بصوا الجمال بصراحة، كانت عجباني جدا الكفتة فيها ما شاء الله، والبطاطس برضو وحاجات كتير ان شاء الله هبصورها لكم تاني فيها. انا على فكرة اللي هي ديت انا جايباها سنة 25 عشان احنا في نهاية 25، بس انا جايباها من فترة يا جماعة. بصراحة كانت حصلت لي ظروف كده، فيا دوبك انا لسه منزله الفيديو ان شاء الله الوقت دوت يعني. بس رائعة 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 يا تمام، رائعة فعلا يعني، هاتيها مش هتخسري ابدا. يا رب الفيديو ينور رضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.